بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان. فالحمد لله القديم الأول والآخر الباقي بلا تحول، ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد، وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع. وبعد، فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة، فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق. أيها الأحباب الكرام، بهذه الأبيات الجميلة من عقيدة العوام أبدأ البرنامج معكم. يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، صدق الله العظيم. لشيخنا الشيخ خليل إبراهيم الذي توفي في مدينة كسلة قبل أشهر، له الرحمة والمغفرة، الذي حفظنا. أبدأ بسم الله الرحمن، ترانيم وقصائد إيمانية عميقة كثيرة، له الرحمة والمغفرة. أيها الأحباب الكرام، هذه هي حلقة وهي رقم 195 بحمده تعالى في برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة. وكما وعدتكم في أكثر من حلقة أن هذه المجلة مجلة الوسط الأسترالية التي أكتب فيها، وكان عددا خاصا بالعام الهجري الجديد، وهي مجلة إسلامية دعوية تعنى بنشر الإسلام وتعاليمه في هذه القارة البعيدة، وتوزع مجانا للقراء، وهي مجلة شهرية أكتب فيها بشكل مستمر لطاقم التحرير، خاصة أستاذنا فواز شوك من لبنان الشقيق، له السلام والتحية، رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير. وهذه مجلة عريقة تعتبر، وتطبع باللغتين العربية والإنجليزية، وتطبع طباعة جيدة. أحببت أن نسوح وإياكم فيها ما يتعلق بالعام الهجري، ويسرني أيها الأحباب الكرام أن أحييكم تحية الإسلام الخالدة مرة ومرات، وأتمنى أن تقضوا معنا فيما هو مفيد وسعيد. كتب الصحفي أحمد الجنابي قصة اعتماد التقويم الهجري، يقول: التقويم الهجري هو تقويم قمري استخدمه العرب قبل الإسلام بقرون، لكن أسماء أشهره وترتيبها تعددت حسب ما رأته كل قبيلة، وقد تسبب ذلك التباين بمشاكل في توقيت الحج إلى الكعبة المشرفة طبعا، وهي ممارسة كان العرب يحرصون على القيام بها بشكل دوري، فتداعى زعماؤهم لتوحيد أسماء الأشهر العربية وترتيبها. احتضنت مكة عام 412 للميلاد اجتماعا ضم سادة قبائل العرب لتوحيد أسماء أشهر التقويم، وعقد الاجتماع في حياة كلاب بن مرة ابن مرة، خامس جد للمصطفى صلى الله عليه وسلم. ويعتمد التقويم العربي الذي أصبح فيما بعد التقويم الهجري الإسلامي على حركة القمر، ولذلك يصنف على أنه تقويم قمري. اعتمد المسلمون التقويم العربي ليكون تقويم الدولة الإسلامية، ونظرا لاعتماده الهجرة النبوية الشريفة بداية له، فقد سمي بالتقويم الهجري. وقد اعتمد بعد 2.5 السنة من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ربيع الأول من عام 16 للهجرة النبوية الشريفة، وكان يوم الفاتح من المحرم من عام 17 للهجرة بداية أول سنة هجرية بعد اعتماد التقويم الهجري. وطبعا عندنا حلقة مرجئة من الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في سلسلة العبقريات، وبعد ذلك سندخل إلى الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه،
بعده إلى أمير المؤمنين الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رحمهم الله جميعا، الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، وعلى الصحابة الكرام والتابعين إلى يوم الدين. ودعونا نتعرف على الأشهر العربية الإسلامية نقلا عن الجزيرة المصدر كما عرفته شرح معاني أو شرح لمعاني أسماء أشهر التقويم الهجري. طبعا التقويم الهجري يبدأ من المحرم، والمحرم الحرام وهو أول شهر للسنة الهجرية. ومن الأشهر الحرم عندنا 7 أشهر حرم، عفوا 4 أشهر حرم، منها 4 حرم في الآية الكريمة المعروفة. سمي المحرم لأن العرب قبل الإسلام كانوا يحرمون فيه القتال، يعني يحرمون القتال في شهر المحرم. بعده يأتي صفر. سمي صفرا لأن ديار العرب كانت تصفر أي تخلو من أهلها فيه للحرب، وقيل لأن العرب كانوا يغزون فيه القبائل فيتركون من لقوا صفر المتاع. يعني شفتنا ما لا، يعني هذا شهر يعني حاجة عجيبة يعني. ولكن هل نستبعد أنه شفتنا بشكلها المعاصر مش ما موجودة اليوم؟ موجودة مع الأسف الشديد. وما هذه الحروب التي تطحن فيها الأمم البريئة، خاصة أهلنا وأحبابنا في قطاع غزة وفلسطين بشكل عام، إلا شكل من تلك الأشكال يعني. بس أخذت أشكالا مختلفة ومسميات وأدوات مختلفة يعني. ثم يأتي بعد ذلك ربيع الأول. سمي بذلك لأن تسميته جاءت في الربيع فلزمه ذلك الاسم. أي شيء في اللغة العربية لم يأتي كده ساكت يعني. يعني هذه الشهور السريانية دي ولا الفرنجية المعتمدة عندنا دي، ما بعرف، أنا ما بعرف لها تبريرات أو معاني ولا أتوقع ذات يعني. ربيع الأول، ربيع الآخر، وفي وحدين يسموه ربيع الثاني. سمي بذلك أي ربيع الآخر سمي بذلك لأنه تبع الشهر المسمى بربيع الأول. وعندما تقول الأول المعاكس له هو الآخر يعني، وليس ربيع الثاني. فتقول الأول والآخر والظاهر والباطن والليل والنهار والشمس والقمر والسماء والأرض، وهكذا يعني. ذلك ربيع الآخر. جماد الأولى كانت تسمى قبل الإسلام باسم جمادى 5، وسميت جمادى لوقوعها في الشتاء وقت التسمية، حيث جمد الماء، وهي مؤنثة اللفظ جمادى. الجزيرة دي كان فيها يعني البيئة وهكذا لم تكن بهذا الشكل الذي نراه. جهنم يعني، بمعنى لفحة الحر فيها شديدة، وفيها لفحة البرد كذلك. ثم جماد الآخرة أو جماد الآخرة سمي بذلك لأنه اتبع الشهر المسمى بجماد الأولى. ثم يأتي رجب، وهو من الأشهر الحرم. سمي رجبا لأنه من الأشهر الحرم، وكانت العرب ترجب رماحها فيه، أي تنزع النصل من الرمح، تنزعه من الرمح وتكف الناس عن القتال. وقيل رجب أي التوقف عن القتال، الرجب توقف عن القتال. وماذا عن شعبان عزيزي المشاهد؟ شعبان لأنه شعب بين رجب ورمضان. وقيل سمي شعبان لأن الناس تتفرق فيه ويتشعبون طلبا للماء. وهناك رأي يقول
إنه ربما سمي شعبان لأن العرب كانوا يتشعبون فيه ويفترقون للحرب بعد قعودهم عنها في شهر رجب. جميل. وماذا عن رمضان؟ رمضان وهو شهر الصوم عند المسلمين، سمي بذلك لرموز الحر وشدة وقع الشمس فيه وقت تسميته، حيث كانت الفترة التي سمي فيها بذلك شديدة الحر، رمضاء، ومنها تقول أرض رمضاء. بعد رمضان طبعا شوال، وهو الشهر الذي يقع فيه عيد الفطر المبارك، وسمي بذلك لشولان النوق فيه بأذنابها إذا حملت، أي هزلت وجف لبنها، فيقال تشولت الإبل إذا هزلت وجف لبنها. أما ذو القاعدة وهو من الأشهر الحرم، هسه عرفنا الشهر الحرم المحرم، وبعدين عندنا رجب، وكذلك جينا الآن إلى ذو القاعدة، وبعدين ذو الحجة برضو، الشهور الأربعة التي هي من الأشهر الحرم. ذو القاعدة وهو من الأشهر الحرم سمي ذا القاعدة لأنه أول الأشهر الحرم، وفيه تعقد الناس أو تعقد الناس عن الحرب، أو تقعد الناس فيه عن الحرب، يعني زي القواعد من النساء مثلا، تقعد يعني تجيف، يعني تتخلف. أما ذو الحجة وفيه موسم الحج وعيد الأضحى، ومن الأشهر الحرم، وقد سمي بذلك لأن العرب قبل الإسلام يذهبون للحج في هذا الشهر، ونظرا لاعتماد التقويم الهجري على حركة القمر، فإن السنة الهجرية تتقدم كل عام 11 يوما، لذلك فإن الأشهر الهجرية قد تقع في مواسم تختلف عن المواسم التي سميت بها وقت اعتمادها. يعني هسي مثلا في الأشهر في التقويم الميلادي، يعني لكل قطر أو لكل معروف، يعني السخانة تبدأ من كذا وفي أشهر كذا وتنتهي هكذا، لأن هي ثابتة، هي الأشهر الشمسية. أما التقويم القمري يعني معروف أنه صيف السعودية معروف، وشتاء معروف القاهرة أو مصر، هذه البلاد التي نعيش فيها، أستراليا وأوروبا وهكذا، وأفريقيا معروفة لأنه تقويم ميلادي. الأشهر التقويم الهجري يعني أحيانا رمضان يجينا في الصيف، يجينا بين يجينا في الشتاء، يعني بمعنى يكون مرات نهاره طويل ونهاره قصير، نتيجة لأنه تتقدم السنة الهجرية كل عام 11 يوما، ولذلك يحصل ذلك التباين في الأشهر. هذا ما هو منشور في الصفحة رقم 30، ونحن نرقم المجلة هذه من الإنجليش، يعني من اللغة الإنجليزية، وتذهب هكذا. على هامش الحديث برضو، يعني طالما نحن نتحدث من هنا من أستراليا، يعني وأنا إن شاء الله لدينا مقترح إنه نفتح نافذة للأخبار، أخبار العالم الإسلامي في هذه القناة، نتتبع فيها الأخبار الإسلامية إن شاء الله قريبا، حتى لو لم تكن بشكل هنا، أنا يمكن أن أقتطع حلقة في كل شهر أجمع فيها أخبار العالم الإسلامي، يعني برضو أعتقد هي مهمة جدا، ونجدد في فكرة البرنامج، لكنني لن أترك هذه اللغة مع اللغة العربية، فجانب منها سيكون جانب إخباري لكن متعلق بالعالم الإسلامي. والعالم الإسلامي الشيء يعني ليست الحروب وما إلى ذلك، لكن ستكون أخبار، يعني نخفف الوطأ شوية على المشاهد الكريم. يعني أخبارنا كلها تفتح كل القنوات، هي كلها حروب وأزمات ونزاعات وزلازل وهكذا، يعني فإن شاء الله أنا أتقفى الأخبار السارة في العالم الإسلامي مرة كل شهر إن شاء الله. سنبدأ بعد ما
نكمل الحلقة 200، الحلقة 200، ثم نفتح نافذة جديدة إن شاء الله. وهذا إعلان مسبق يعني إن شاء الله. وأبدأ بثلاثة مدن أسترالية ضمن أفضل 10 مدن ملائمة للعيش في العام في العالم لعام 2025. هكذا تقول الإحصائيات أو الدراسات يعني. وسبحان الله، ثلاثة مدن دي زي ما هو مذكور في العنوان. واحدة من تلك الثلاثة مدن هذه المدينة التي نعيش فيها، مدينة ميلبورن، عاصمة ولاية فيكتوريا في أستراليا. واحدة منها ميلبورن في المرتبة الرابعة على مستوى العالم، وسيدني في المرتبة السادسة، وأدلايد في المرتبة التاسعة. وطبعا كلمة المرتبة هي الصحيحة وليس في المرتبة. مرتبة إذا بك تمشي إلى السرير يعني، فما ممكن تكون. شوف دقة هذه اللغة العربية، تغير حركة، تشكيل، يتغير المعنى تماما يعني. فلا بد أن نقول مرتبة. ف... وكتب ذلك رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة أستاذنا فواز شوقي، يقول: لأكثر من عقدين تصنف مجلة الإيكونوميست سنويا مدنا حول العالم بناء على مدى ملائمتها للعيش، حيث تصدر وحدة الاستخبارات الاقتصادية EIU مؤشرها العالمي لقابلية العيش، مصنفة 173 مدينة وفقا لمؤهلاتها، مستندة في ذلك إلى أكثر من 30 معيارا تحدد من خلالها مدى ملائمة هذه المدن للعيش ضمن 5 مدن، ضمن 5 مقاييس رئيسية، وهي المقاييس ال5: الاستقرار، الرعاية الصحية، الثقافة والبيئة، التعليم، والبنية التحتية. فوفقا لمؤشر وحدة الاستخبارات الاقتصادية العالمي لقابلية العيش لعام 2025، جاءت 3 مدن أسترالية ضمن أفضل 10 مدن ملائمة للعيش في العالم لعام 2025، حيث حلت مدينة ميلبورن في المرتبة الرابعة، فيما جاءت مدينة سيدني في المرتبة السادسة. أما أدلايد فحلت في المرتبة التاسعة. وتعتبر أستراليا الدولة الوحيدة في العالم التي حصلت على 3 مراكز ضمن أفضل 10 مدن في مؤشر قابلية العيش العالمي لعام 2025 الصادر عن وحدة الإيكونوميست. يذكر أن مدينة ميلبورن كانت قد تربعت على رأس القائمة ل7 سنين متتالية، من عام 2011 إلى عام 2017. كانت تحل في المركز الأول، ثم تراجعت إلى المركز الثامن عام 2021، والعاشر عام 2022، لكنها عادت هذه السنة إلى المركز الرابع لتصبح أعلى المدن الأسترالية تصنيفا. وقال: قائمة أفضل 10 مدن في مؤشر ملائمة العيش العالمي، أي في مؤشرها لعام 2025، رقم 1 كوبنهاغن في الدنمارك، و2 فيينا في النمسا، ورقم 3 زيورخ في سويسرا، رقم 4 مدينة ميلبورن التي نسجل فيها هذه الحلقة أستراليا، 5 جنيف سويسرا، 6 سيدني أستراليا، 7 أوساكا اليابان، 8 أوكلاند نيوزيلاند، و9 أدلايد أستراليا، و10 فانكوفر كندا. أمريكا ما موجودة هنا. الإمبراطورية الأمريكية شيء غريب يعني. مدينة يعني أمريكا دي نخليها لها حالة بس. أيها المشاهدون الكرام، هذه قناة سلام الإعلامية المباركة، ومنها تتابعون حلقة في برنامج مع اللغة العربية، ولكن هذه الحلقة تشمل هذا وذاك. فاصل قصير وأعود إليكم أيها الأحباب الكرام في هذه الحلقة.
فابقوا معنا متكرمين ومشكورين أيها الأحباب الكرام، ودوما نسعد بلقائكم وأنتم تتابعون هذه الحلقة وغيرها من الحلقات. عزيزي المشاهد، أنا لماذا أهتم بالإصدارات العربية في برنامج مع اللغة العربية؟ لأنه واحدة من الروافد الداعمة لهذه اللغة في أي بلد كان الإصدارات الصحفية، مجلات، جرائد، دوريات، وكذلك الكتب، لأنه لغة لا تنشط في هكذا أنشطة تموت يعني. ووضعا في الاعتبار هذه القارة وهذه المدينة والولاية والناس هنا يعني متعددي الألسن والثقافات، فكون تكون في مجلة تعنى باللغة العربية في هذه القارة هي مسألة في غاية الأهمية يعني. والناس من خلال هذه الإصدارات بتقرأ وتحافظ على لغته وهكذا يعني. أنا كصحفي لما أجلس مع الأصدقاء والزملاء، وبرضو أشير لزملائي الإعلاميين سواء كان في هذه القناة أو في غيرها، بالذات الذين ينشطون في إعداد البرامج ويعني يكون عندهم منتوج برامجي، دائما يقتربوا من المجتمع الذي تعيشون فيه يعني. والإنسان الصحفي هو الذي الصحفي الناجح هو الذي تتوفر فيه حاجات كثيرة، واحدة منها معايشة المجتمع الذي تعيش فيه، لا تنعزل وتنغلق وكذا وتقرأ وبس وكذا بتاع. نعم للقراءة، نعم للاطلاع، لكن حركة المجتمع برضو تعطيك مؤشرات وتخليك أنت تعيش مجتمعك الذي تلاقيه، والإنسان اجتماعي بطبعه يعني. فكثير أنا من أفكاري البرامجية بأخذها من جلساتي مع الناس يعني، ولا تغيب عن بالي أفكار البرامج يعني. هم الإعلامي هذا ما يغيب عن بالي أبدا، سواء كان جالست ناس في أفراحهم وأتراحهم أي مناسبة، أنا دائما الفكرة البرامجية في دماغي على طول يعني. أنا اتجهت يعني جالس قاعد ماشي جالس أتكلم وأسمع وهكذا يعني. ولذلك يعني أهيب بزملائي والقادمين في العمل الإعلامي إنه خليكم اجتماعيين واحتكوا بالمجتمع، لأنه تفتح لكم كثير من الأفكار والآفاق للبرامج، وتكون أنت يعني تمارس مهنتك بشكل مريح، في نفس الوقت تتماهى مع مجتمعك وقضاياه وأفكاره وهكذا. نشرت هذه المقالة أنا في هذا العدد اللي هي ارتياد المقاهي ثقافة وملاذ ومتنفس يعني. مش الزول الفاضي وما عنده شغل وكده هو الذي يرتاد المقاهي أبدا. المقاهي دي طلعت منها حاجات إذا أنت واعي ودائما تأتي لهدف. وأشير إشارة عابرة عزيز المشاهد أن ثورتنا الإريترية، وحتى الذين يعني كما حدثني أحد الزملاء الرعيل الأول بالذات في الأرطة الشرقية الذين كانوا في السودان من الإريتريين، في شرق السودان يعني في الأرطة الشرقية كان اسمها هكذا. وهي كانت يعني الأرطة الشرقية دي هي كانت صمام الأمان للجيش السوداني آنئذ يعني من الأربعينات والخمسينات وهكذا. فكان يعني ثلة محترمة من الإريتريين كانوا ضمن الجيش السوداني في الأرطة الشرقية. فقيل إنه التحاقهم بالثورة كل الرموز، أبو طيارة، أبو شنب، آه،
كل الرعيل الذي خرج، إزاز مثلا زعيم، وكلهم مقاماتهم محفوظة يعني. وكل يعني اللي كانوا في الأوروبا الشرقية، طاهر سالم مثلا، أنا ما قاعد استحضرهم كلهم، لكن هذه الأربعة رموز. وسمعوا بخروج الزعيم عواته للكفاح في جبل أدال، وهم كانوا موجودين في الأوروبا الشرقية، ولكن همهم عن إريتريا والوطن وهكذا يعني دائما في البال. فقيل إنه أول جلسة لهم كانت في القهوة، في واحدة من قهاوي مدينة كسل. قال يا جماعة في كلام زي ده وكده بتاع، وكل مجموعة واحدين في المدرعات، واحدين في سلاح الإشارة، واحدين في سلاح وهكذا. فكانوا يجلسوا، المتنفس حقهم كان المقاهي يعني. وما كل المقاهي صخب وهنا يعني، في مقاهي بتطلع منا بأفكار جميلة جدا يعني. فقالوا يا أخي، فتبادلوا الأفكار وتبادلوا الأخبار الواردة من هناك، وقرروا برضو، تداولت جلساتهم، وقرروا من هناك الالتحاق بالكفاح. حتى داخل المدن، هذا على هامش السيرة، داخل المدن الإريترية، كل المدن الإريترية، الأعمال الفدائية والتخطيط وتصفية العملاء ونشر المناشير وهكذا، كلها كانت في المقاهي، لأنه المقاهي بتضم الناس يعني. فأنا أستغرب من صحفي ما يرتاد مقاهي. أنا لا أدعو يعني أمشي وأقعد 24 ساعة في المقاهي، لا. لكن المقاهي، الصحفي المحترف يرتادها. المطاعم لا، المطاعم تمشي عشان تاكل، لكن المقاهي الشاي والقهوة والبن كده، تجلس كده أنا ما أقول يعني دائما تضيع زمنك وفي ونسة وجوطة وكده. أحيانا أذهب وأجلس لوحدك، أطلب كوباية شاي وتأمل ما يدور في المجتمع يعني. وهكذا، وأفكار كثيرة يعني. فالمدن الإريترية برضو، المقاهي في المدن الإريترية كانت غرفة العمليات العسكرية والفدائية والوطنية هكذا. ولذلك عزيزي المشاهد، في واحدة من الجلسات ذكرنا المقاهي وهكذا مجموعة يعني. ف وذكر شخص معين انه ما بيجي المقاهي كثير وهكذا. فانا قلت، سالتهم قلت لهم يا جماعه لماذا نرتاد المقاهي كذا، نعمل ذاته حوار نقاش يعني. فواحدين قالوا كذا وكذا وكذا. المهم، فكره المقاله التي نشرتها تحت عنوان ارتياد المقاهي ثقافه وملاذا ومتنفسا، فكره هذه المقال كانت من وحي جلسه في المقهى. وكثير من أفكار البرامجية اللي في هذه القناة وغيرها أنا بعملها من لقاءاتي مع الناس، ليش شرطا في المقاهي، لكن من المقاهي واحدة منها. حتى في صالات الأفراح لما نمشي، أنا دائما الفكرة البرامجية عندي، والحديث والونسة وهكذا، بياخذ منه أفكار كثيرة جدا جدا. فدعوني أقرأ لكم ماذا كتبت في هذه المقالة. قلت: البعض يمارسها وراثة عن ذويه، وآخرون اقتحموها عن قصد واستعداد، وثمة رهط من أولئك وهؤلاء تجاسروا لاعتمادها مصدر رزق وسترة حال. وبين هذا وذاك كثيرون حققوا فيها نجاحات مبهرة، وثلة ما أن يصل ذكر المقاهي إلى مسامعهم كمصادر للعيش، حتى تراهم يفرون من مجلسهم كالفرار من المجروب، ربما نتيجة فشلهم في الاعتماد عليها عملا ورزقا، أو لذكرى أليمة عاشوها بين حسراتها في أزقتها. لكنها الحياة عزيزي المشاهد، إنها المقاهي أو الكافيهات المنتشرة في المدن وشبيهاتها على نطاق العالم. بعض المصادر تقول إن مارينا كوشنر أشارت إلى أن المقاهي دخلت حيز الاعتراف والمقصد منذ العام 1475، بافتتاح أول مقهى في التاريخ بمدينة القسطنطينية باسم كيف هان، وقد تكون قبل هذا التاريخ بمئات السنين.
ونظرا لكون المقاهي مكانا يرتاده كل أصناف البشر بمختلف اتجاهاتهم ومستوياتهم وأوضاعهم الاقتصادية، كانت ولا تزال مصدر إلهام المبدعين من الشعراء والكتاب والصحفيين، وأحيانا منطلقا لممارسات العمل السياسي والوطني كما أشرت، سيما في ثورات التحرر من ربقة المستعمر، كما في الثورة الإريترية على سبيل المثال، والثورة الجزائرية، والآن برضو في فلسطين الحبيبة كثير من العمليات تتم تخطير في المقاهي يعني. إذ إن كثيرا هي الأعمال الفدائية والخطط العسكرية تم وضع سيناريوهاتها وتنفيذها هناك، إلى جانب من تم تصفيته من جنود الاحتلال أو المتعاونين معهم من أبناء هذا الوطن أو ذاك على أيدي الثوار. أما في عواصم ومدن المهاجر فتمثل المقاهي ملاذا يأوي إليه المعذبون في الأرض، ومتنفسا يتكئ على مقاعدها من أثخنتهم سياط الغربة ولهيبها، حتى ولو لساعات يسكبون فيها أنين الزمن القاسي، ويمسحون من على وجوههم عبرات القسمة الضيزى، حيث الغربة أقسى نضال، والغربة سترة حال. قريب وبعيد، حضور وزوال شاعره الراحل عبد الكريم الكابلي رحمة الله عليه وأكرم مثواه. أن اتجهت عزيزي المشاهد في هذه المدينة الفسيحة، مدينة ملبورن، ومدينة ملبورن تعداد سكانها قرابة 5 مليون وشيء، قالوا هذا يعني الشعب الإريتري ده العاملين، نحن العاملين مشاكل مين أو نطالب بحقوقنا، المهم يعني شاغلين الدنيا. يعني المدينة دي مدينة ملبورن التي نعيش فيها تعدادها أكثر من سكان الشعب، من تعداد الشعب الإريتري. سكان مدينة ملبورن مدينة واحدة تعدادها أكثر من سكان أكثر من تعداد الشعب الإريتري، ولا ترى ناس. ففي هذه المدينة عزيزي المشاهد تجد المقاهي وقد انتشرت هنا وهناك، ليس كما هي في مشرقنا العربي ومنبتنا الإفريقي شكلا ومساحة. يعني المقاهي هنا ضيقة، وبعدينك ما فيها الجلسات الطويلة. يعني أنت قاعد الساعة 3 4 أحيانا بالنهار، يعني يقول لك يا زول خلاص مشطبين ماشيين يعني. ليس كالمقاهي التي تفتح 24 ساعة على مدار الساعة يعني. هي ثقافات ونظم للحياة هنا وهناك، تختلف شكلا ومساحة من زمن الفتح والإغلاق، حيث تفتح أبوابها لساعات محدودات، كما لو أنها مراكز طبية أو عيادات صحية، حيث مقاهينا هناك تفتح ذراعيها طوال النهار وجزءا طويلا من الليل. بل وهناك عواصم لا تعرف أبدا إغلاق المقهى في وجوه مرتاديها على الإطلاق، مثل القاهرة أم الدنيا، رغم ضياع الكثير من مقاهيها التاريخية بعامل الزمن. القاهرة في مقاهي لا تغلق أبوابها يعني. أنا مرة جالس في، حتى مش في وسط البلد وغيره، برضه حتى في الحلال وهكذا، فقاعد أحكي معاه فقلت له يا أخي ليك كم سنة شغال في المكان، يعني الزول زي الجرسون وكده يعني. قال لي قريبا ل20 سنة أنا شغال هنا. فقلت له يعني بتغلق الساعة كم وكده؟ قال لي أنا مما دخلت ما حصل قفلنا أبدا. أنا اندهشت ساعتها، أنا جاي من أسمرة وكده. فقلت له نهائي؟ قال لي أبدا. وأنا فيما أحسب قال لي يعني ممكن برضو الناس اللي كانوا قبلي وهنا، لكن عموما ما أظن القهوة دي ما فتحت قفلت قال لي. وبعدين بحثت وكده لقيت فعلا دعك من مقاهي، أماكن تجارية عادية في القاهرة لا تغلق أبوابها يعني. ولذلك كانت مشكلة عندما أعلن الشهيد محمد مرسي
حظر تجوال نتيجة لأوضاع وهكذا من الساعة كذا وكذا. كانت مشكلة إنه كيف الناس تمشي بيوتها يعني. يعني كانت المشكلة ليس في مخالفة للأمر، ولكن يعني حاجة خارج المعتاد للإنسان القاهري تحديدا يعني. لكن في مدن في مصر تنام يعني، شبه المدن وهكذا، حتى المدن الثانية الإسكندرية تنام والإسماعيلية وهكذا يعني. لكن القاهرة، قاهرة المعز دين الله الفاطمية هذه، فكانت مشكلة إنه كيف الناس تنحشر في بيوتها وتطلع من المقاهي وتطلع من السوق والحركة وهكذا يعني. القاهرة مدينة لا تنام. فكانت إشكالية بحد ذاتها. بعدين رفعوا المسألة لأنه بقت خارج المتنفذ أو إمكانية تنفيذها يعني. وأيا كان حال المقاهي عزيز المشاهد من الأوطان، يعني في الأوطان البديلة، المهاجر يعني، شكلا وأسلوب خدمات بل وحتى لغات، فإنها تمثل المأوى الذي يخفف أعباء الغربة وتأثيراتها النفسية على المهاجرين، حيث تشاهد في هذه المقاهي لفيفا من رواده كأنهم يجلسون، يعني رواد المقهى كأنهم يجلسون في وطن واحد مصغر، وتشير سحناتهم أنهم من إثنية واحدة أو متقاربة ثقافة ولغة وعقيدة أحيانا. وفي مقهى آخر تتأمل بعضهم وقد جلسوا يرفعون أصواتهم فوق صوت بعضهم هروبا من سجن الوطن البديل إلى فسحة أوطانهم. طبعا في هذه الأوطان البديلة الناس ما بترفع أصواتها كثير في الغالب. ناس الثقافة الغربية بشكل عام يعني. هذا لا يعني أنهم يتهامسون كالطير يعني. مثلا فيهم والله لما يرفع أصواتهم ذاته تقول هؤلاء يرفعون أصواتهم أكثر مننا. لكن ناس الشرق الأوسط وإفريقيا وهكذا معروفين إنه إحنا عقيرتنا عالية شوية يعني، بنرفع أصواتنا يعني. فوحدين يمشوا المقاهي عشان يتنفسوا ويقوموا يكوركوا في بعض يعني يكوركوا دي لهجة سودانية إريتريا، يعني يصرخون في وجوه بعضهم البعض. أحيانا تفتكر انه هناك معركة كلامية. قل أن من يسمع الآخر يعني هكذا يعني. ولكن هذه عاداتنا وكل يسمع الثاني يعني. هي بس ما حضارية، لكنها، والإنسان لا يستطيع أن ينبت من حاجاته كثير يعني. ف يرفعون أصواتهم فوق صوت بعضهم هروبا من سجن الوطن البديل إلى فسحة أوطانهم. أما من أعياه الظنا تسمعه يهمس أو يتناسى فيضحك فرحا بمناسبة أو دونها. والله المقاهي دي مقاهي الغربة بتشوف فيها حاجات كثيرة. أو يبكي أيامه الخوالي، تلك الجنة وقد فرت من بنانه. وطنه البديل يعني، أو وطنه الأصل في وطنه البديل، يتباكى على الأيام الخوالي، أيام الخالدات وأيا كان الأمر عزيز المشاهد، هذه حروف تأملات عن تجليات الأمكنة والأزمنة. المقاهي في أوطاننا البديلة، يا ترى كيف كانت ستبدو أحوالنا النفسية وقسماتنا المليحة في عدم وجود هذه أو تلك من المقاهي؟ هل كنا سنجد أن الزمن قد غير ملامحنا ونحن لم نعد نحن، أم ماذا؟ ولو أن أقدارنا وهبتنا فسحة العودة إلى الوطن الأم، يا ترى كيف سيبدو حالنا في مقاهينا القديمة؟ هل سيكون كما قال الشاعر الفلسطيني الثائر محمود درويش: إن أعادوا لك مقاهيك القديمة، إن أعادوا لك مقاهيك القديمة، ترى من يعيد لك الرفاق والأصدقاء؟ يعني حاجة فعلا والله يعني. قال لو أعادوا لك مقاهيك القديمة ترى من يعيد لك الرفاق والأصدقاء.
طبعا رفاق رحلوا، وفي أصدقاء غيروا مكان. فأنا أتخيل الآن مثلا نحن خرجنا من إريتريا لي 16 عام، إلا 17 عام إلا قليلا يعني. أو لو عدت للسودان، ذلك الوطن الذي تشكلت فيه شخصيتنا الفكرية والسياسية والعلمية والأدبية والإعلامية، في مقاهي كثيرة لو عدنا إليها، المسرة، عدنا إلى النجيلة، عدنا مقاهي كسل المعروفة، وقهوة وقر مثلا، البحر الأحمر، خيرات كسلة، وألبان جديد. يا ترى من سنجد يعني هنا؟ أما لو رجعنا إلى مقاهينا في أوردات لن تجد. فمن يعيد لك الأصدقاء والأحباب الذين كانوا هناك؟ وحتى تأملات قادمة لكم أطيب الأمنيات. أنا كتبت هذا المقال تحت عنوان تأملات يعني، بكتب تحت هذا العنوان وتحت عناوين أخرى كذلك. دعونا أيها الأحباب نخرج كذلك في فاصل قصير جدا، ونعود لنتحدث عن خلق المسلم بقلم الدكتور زياد عقل الحديدي، وهو من الكتاب المشاهير في هذه المجلة، عن خلق المسلم. هو الجزء الثاني، ولكن لا حرج أن نستعرضه. هذه قناة سلام الإعلامية المباركة، ومنها تتابعون حلقة في برنامج مع اللغة العربية. عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، أعود إليكم بحمده تعالى، فنتحدث عن خلق المسلم. طبعا أعظم شيء يعني أمرنا به الدين الحنيف هو الخلق. وإنما بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق. وقال شوقي: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أي مجتمع بلا خلق أقرأ عليه الفاتحة وودعه. والآن هذه الحضارة المادية التي تترجرج هنا وهناك لأنها فقدت الأخلاق، فإنها على زوال. الحضارة المادية الموجودة اليوم يعني، وحضارة المسلمين، وليس الحضارة الإسلامية كما أشرت في يوم من الأيام، لأنه كثير من المفكرين يقولون لا تقولوا الحضارة الإسلامية، ولكن قولوا حضارة المسلمين، لأنه أي حضارة لها بداية اشتد عودة ثم تنهار. وهيهات أن ينهار الإسلام، لأن الإسلام هو دين الحق، وهو الدين الباقي في هذه الدنيا. لكن المسلمين كحالنا الذي يعني لا يسر لا صديق ولا عدو يعني. وفي يوم من الأيام كنا يعني، كانت أوروبا ظلاما ظل سالكها، وشمس أندلس بالعلم تهديه. ولكن تراجعنا وتراجعنا لما كان عندنا الخلق في بدايات مسهل الدعوة الإسلامية، وهكذا سبنا العالم يعني. انهارت الأخلاق، فانهار فانهارت قوتنا. ولذلك نقول دائما حضارة المسلمين وليس حضارة الإسلام، لأن الإسلام بريء يعني. ففي الخلق ماذا يقول الدكتور زياد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. من الأخلاق الكريمة مخالفة الناس، أو عفوا مخالقة الناس بالخلق الحسن، بالكلام الطيب، بدعوتهم إلى الخير، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل للصحابي الجليل أبي ذر رضي الله عنه: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. حديث حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. رواه أبو داود
وهو حسن صحيح. فإذا أراد الله بعبد خيرا هداه إلى صالح الأخلاق، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، لا يصدر إلا عنه، ولا يتكلم إلا به، ولا يحاكم الناس إلا إليه. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. سورة الإسراء. فحسن الخلق ميدان للتنافس بين المؤمنين، ومضمار للسباق نحو الفوز برضا رب العالمين. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق، عند صحيح الترمذي. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. صحيح ابن ماجه. وقد يأتي العبد بجبال من المعاصي وأكوام من الذنوب، فيأتي حسن معاملته للناس في الدنيا وسلامة أخلاقه معهم، فيكون ذلك شافعا له لدخول الجنة. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. صحيح الترمذي. وليس حسن الخلق كلمة تقال، ولا درسا يلقى، ولا فلسفة نظرية مجردة وحسب، بل هو سلوك عملي يظهر أثره في التصرفات والمعاملات. فقد وصفه عبد الله بن المالك ابن المبارك رحمه الله بأنه يعني حسن الخلق بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. بسط الوجه أي طلاقته وإشراقه عند مقابلة الناس من غير عبوس ولا تقطيب، وذلك حقيقة البر. بني إن البر شيء هين، وجه طليق ولسان لين. لقد زادت الأحزان في نفوس كثيرة من الناس، وجثمت المآسي على صدورهم، واستسلموا لها حتى غابت عنهم الابتسامة. أكثر من مليار شخص في العالم مصابون اليوم باضطرابات نفسية. أكثر من مليار، يعني سدس العالم. حسب منظمة الصحة العالمية، فمنهم من يعاني من الاكتئاب أو من الوسواس القهري والأمراض الذهنية أو الرهابة الاجتماعية ومن الخوف الداخلي العام. هؤلاء يحتاجون إلى اللمسة الحانية والمعاملة الرفيقة اللطيفة. تأمل في هذا الخلق العجيب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي بعثه الله رحمة للعالمين. قال أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فحبذه بردائه حبذة شديدة، حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية البرد من شدة جبذته. وعند مسلم: فجاذبه حتى انشق البرد، وحتى بقيت حاشيته في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك.
فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء، متفق عليه. فأين نحن، يقول الدكتور زياد، أين نحن من هذه الشيم النبيلة والأخلاق الرفيعة؟ لماذا يكثر بيننا الغش والخداع؟ لماذا المحاكم ملأى بقضايا الظلم والاعتداء؟ لماذا الجريمة متفشية بيننا بمختلف صنوفها وألوانها؟ ونتساءل بعد ذلك: لماذا لا يستجيب الله دعاءنا في رد أعدائنا عنا؟ يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. رواه مسلم. لما كان المسلمون الفاتحون للأندلس الصادقين، قال فيهم أحد قادة الإفرنج: لقد نزل بأرضنا قوم لا ندري أهبطوا من السماء أم نبعوا من الأرض. طبعا أوروبا دي كانت عايشة همجية، لكن ما لبثوا أن أضاعوا هذا الحصن حينما فسدت أخلاقهم وانشغلوا بالملذات والتفاهات. حتى قال أحد كتاب النصارى: العرب هووا حينما نسوا فضائلهم التي جاءوا بها، وأصبحوا على قلب متقلب يميل إلى الخفة والمرح والاسترسال بالشهوات. قال مولانا عز وجل الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. الآية 100 من سورة الأعراف. قيل لإبراهيم ابن نصر الكرماني: إن الظالم فلانا دخل مكة فقتل وصنع، وكثر الدعاء عليه فلم يستجب للداعين، فقال: لأن بهم 10 خصال، فكيف يستجاب لهم؟ قالوا: وما هن؟ قال: الأولى آمنوا بالله وتركوا أمره، والثانية قالوا نحب الرسول ولم يتبعوا سننه، والثالثة قرأوا القرآن ولم يعملوا به، الرابعة زعموا حب الجنة وتركوا طريقها، الخامسة قالوا نكره النار وزاحموا طريقها، والسادسة قالوا إن إبليس عدونا ووافقوه، والسابعة دفنوا موتاهم فلم يعتبروا، والثامنة اشتغلوا بعيوب إخوانهم ونسوا عيوبهم، والتاسعة جمعوا المال ونسوا يوم الحساب، أما العاشرة نفضوا القبور وبنوا القصور. وإذا كان بسط الوجه من صميم حسن الخلق، فإن بذل المعروف وكف الأذى من أعظم ركائزه، وبغيابهما كثرت الخصومات وتفاقمت المشادات. فمن بذل المعروف قام بما أشار إليه الكاتب. فمن بذل المعروف العفو والصفح. يقول صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: يا عقبة بن عامر، صل من قطعك، واعط من حرمك، واعف عمن ظلمك. رواه أحمد، وهو في السلسلة الصحيحة. وقلة الصبر على العفو قد توقع في المهالك. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. شكرا دكتور زياد، عقل الحديد الذي يكتب بشكل مستمر في هذه المجلة المباركة. القضايا الثانية قضايا يعني تعني المجتمع الأسترالي، فنتركها ومعظمها هي باللغة الإنجليزية. أيها الأحباب الكرام، كما وعدتكم إن شاء الله
في نهاية كل شهر من الفترة القادمة، بعد ما نكمل 200 حلقة إن شاء الله، سيكون لنا آه، حلقة إخبارية عن أخبار العالم الإسلامي، وإن شاء الله نوفق برضو نخرج إخراج جيد يعني. الحلقة القادمة إن شاء الله سأواصل سلسلة العبقريات. في العمرية حتكون عندنا الحلقة الأخيرة، ثم ندخل إلى الخليفة الثالث والرابع بحمده تعالى. أيها الأحباب الكرام، يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. ويقول الشاعر العربي: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. كنت معكم في إعداد وتقديم هذه الحلقة من قناة سلام الإعلامية المباركة، محدثكم أحمد شريف، الذي يستودعكم الله دوما، ونسأل الله يجمعنا وإياكم على خير. تحياتي للمخرجين الذين يخرجون هذه الحلقة بالثوب الذي ترونه أمامكم، وإن شاء الله آمل أن ألتقيكم في الحلقة المقبلة وأنتم في سعة من المال والنفس وبسطة في العلم والرزق إن شاء الله. حتى ذلك الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.